هتلاقي مغريات كتير منها القروض. إياك تعمل قرض، إياك تعمل قرض، إياك تعمل قرض، إياك تضمن قرض هينفخك، قسما بالله هيتعبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة أنا جاي لك من المستقبل. أنا عندي 25 سنة، يمكن أنت عندك 15 17 19 20 سنة. فالفيديو ده جاي لك من المستقبل، والكلام اللي طالع دلوقتي مني طالع من القلب للقلب. انا سعداوي. لو اول مره بتتابعني انزل ادعس على السبسكرايب وحط الكومنت بتاعك الجميل، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا جاي لك باربع نصايح، يعتبر اربع نصايح هتاخد بيهم حاجات كتير حلوه في حياتك. اول حاجه انا عايزك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ثم ما تشغلش نفسك في وقت فراغك بحاجات مش كويسه. يبقى رقم واحد قرب من ربنا سبحانه وتعالى. رقم اتنين ما تشغلش نفسك في وقت فراغك بحاجات مش كويسه. رقم تلاتة والدك ووالدتك دولت اكتر ناس تخلي بالها عليك، اكتر ناس بتحبك، اكتر ناس عايزاك دايما 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 للاحسن، اكتر ناس حبالك الخير اكتر من نفسها. فمتزعلش منها، ما تزعليش من والدتك، ما تزعليش من والدك لما يقولك يا ابني ما تعملش ده، يا ابني ما تكلمش دي. دول الخير بتاعك من عند ربنا. رقم 3 الصاحب. دايما انا بقول ان الصاحب ساحب. الصاحب ده ممكن يقول لك تعالى هنصلي، تعالى هنطلع حاجة لله، تعالى هنروح نسمع درس قرآن، تعالى هنروح نذاكر، تعالى هنروح درسنا، تعالى هنعمل حاجة إيجابية مش حاجة سلبية. مش يقول لك خد السيجارة دي، كلم البنت دي، خد الحباية دي. ده مش صاحب، ده اسمه صاحب ملذة، ودولت مفيش أكتر منهم في المجتمع. رقم 4 إياكي والشباب، إياك والبنات، لأن ده طريق في الآخر هيذبحك، طريق في الآخر هيأذيك، طريق في الآخر هيتعبك. طب انت ليه توصل نفسك لحاجة زي كده؟ صح؟ طب انت خد الموضوع ده من قصيره وما تكلمش اصلا بنت، لان ده هيفقرك، هيتعبك، هيأذيك نفسيا بدنيا، هيدمرك. ما توديش نفسك يا ابني للتهلكة. انت اصلا مش عارف انت هتاخدها ولا لا، هتاخديه ولا لا. تضيع ثقة اهلك فيك ليه؟ تخوني والدك ووالدتك ليه؟ تخوني اخواتك ليه؟ بلاش من الطريق ده. الطريق ده في الاخر مؤذي وهيذبحك. هتلاقي مغريات كتير منها القروض. إياك تعمل قرض، إياك تعمل قرض، إياك تعمل قرض، إياك تضمن قرض هينفخك، قسما بالله هيتعبك، هيأذيك، هيخليك أصلا انت تصحى من النوم بتفكر امتى هتسد القرض، عشان الخراب اللي دخل على بيتك، والخراب اللي دخل على أهلك، والخراب اللي دخل على نفسك، والخراب اللي دخل عليك. يا ابني انت في غنى عن كل الحاجات دي. كان معكم سعداوي في حكاوي سعداوي.